السلام عليكم. المثال ده كذا حد طلبه مني فانا قلت اعمل لكم فيديو عشان نسهل عليكم المثال ده تبقى سهل جدا 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 ان شاء الله. تابع معايا. المثال بيقول لك لما تلاقي مثلا يقول لك اذا كان احتمال نجاح الطالب في ماده التكنولوجيا هو 9 من 10، احتمال نجاحه في ماده على الاقل من مادتي التكنولوجيا والاحصاء هو 97. المطلوب احسب احتمال نجاحه في ماده الاقتصاد واحسب احتمال رسوبه في ماده الاحصاء. لما تشوف المثال ده تعمل ايه؟ صلي بينا على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. احتمال نجاحه في ماده واحده على الاقل واحد ناقص الاحتمال العكسي. سمعت نجاح تبقى واحد ناقص احتمال رسوب. طب سمعت احتمال رسوبه تبقى واحد ناقص الاحتمال النجاح. كده فهمت؟ أول ما تشوف واحد على الأقل احتمال نجاح رسوب أو أيا يكن تبقى واحد ناقص الاحتمال العكسي. احتمال الجيد تبقى واحد ناقص احتمال التالف واحد ناقص احتمال الجيد، وهكذا. لما تشوف احتمال واحد على الأقل تبقى واحد ناقص الاحتمال العكسي. تمام تمام. هتقول بقى القاعدة احتمال نجاح ورسوبه في مادة على الأقل اللي هو واحد ناقص الاحتمال العكسي زي ما أنا قلت لك. عندنا المسألة بيقول لك إيه؟ احتمال نجاحه في مادة التكنولوجيا كام؟ 9 من 10. احتمال نجاحه في مادة التكنولوجيا 9 من 10. هتعمل إيه؟ تعمل لي ألف وب، المادتين اللي عندك تكنولوجيا مثلا وإحصاء. التكنولوجيا احتمال نجاحه كام؟ 9 من 10. استنتج ان احتمال الرسوب كام؟ 1 من 10. لان هي احتمال في الدنيا مجموع واحد صحيح، تبقى 9 زائد الواحد واحد صحيح. طب الاحصاء هل مديني احتمال نجاح؟ طيب هل مديني احتمال رسوب؟ لا، لكن مديني معلومة بتقول ايه؟ ان احتمال نجاحه في مادة على الاقل هو 97%. احتمال نجاحه، قال لك احتمال نجاحه. اذا اقول القاعدة احتمال نجاحه في مادة على الاقل بتساوي واحد ناقص الاحتمال العكسي اللي هو واحد ناقص الاحتمال رسوبهم الف وب، زي ما اسميهم الف وب، ماشي، س وصاد عين ولاي حاجة. تمام تمام. تبقى احتمال نجاحه في مادة على الأقل بيساوي واحد ناقص احتمال رسوبهم. احتمال نجاحه في مادة على الأقل دي طبعا معطى 97%، أو 97%. 97% هيساوي واحد ناقص الاحتمال العكسي اللي هو واحد ناقص الاحتمال الرسوب. احتمال الرسوب عندي بكام؟ التكنولوجيا عندي معلوم بواحد من 10. طيب والإحصاء مجهول، فالمجهول عندي إيه؟ ب. هقول واحد ناقص الاحتمال العكسي اللي هو احتمال رسوبهم. احتمال رسوب ألف كام؟ واحد. في احتمال رسوب ب مش موجودة فحط الب زي ما هي. تمام تمام. بعد كده أعدي 97 من 100 دي بإشارة مخالفة الناحية التانية عشان أطرحها من واحد، فأقول واحد ناقص 97% هيساوي واحد في ب، يعني واحد ب. أبقى واحد ناقص 97 من 100 هيساوي واحد ب. إذا واحد ناقص 97 يساوي 3 من 100، 3 من 100 يساوي واحد ب. طب الب هتساوي إيه؟ هتساوي السايب اللي هو مفيهوش مجهول على المربوط اللي هو فيه ب. تمام تمام. السايب اللي هو كام؟ 3 من 3 من 100، 3 من 100 على 1 من 10 هيساوي 3 من 10. الناتج اللي طلع عندي 3 من 10 ده اللي هو إيه؟ اللي هو احتمال رسوب، احتمال رسوب الإحصاء 3 من 10. إذا احتمال النجاح الإحصاء 7 من 10. تمام تمام. ده كده المثال الأولاني. طيب يلا بينا ناخد مثال تاني عشان نأكد المعلومة. بيقول لك إذا كان احتمال نجاح طالب في مادة التكاليف 7 من 10 واحتمال رسوبهم في مادة واحدة على الأقل في مادتي التكاليف ولغة 37 من 100، احسب احتمال نجاحه في مادة اللغة. هعمل إيه؟ زي ما قلت لك هتجيب لي المادتين اللي عندك في المثال ألا وهما التكاليف واللغة. تكاليف ولغة نسمي تكاليف ألف وتسمي اللغة ب. التكاليف واكتب شمال نجاح ورسوب تحت بعض كده. النجاح التكاليف كام؟ 7 من 10. إذا احتمال الرسوب كام؟ المكمل، لأن أي احتمال في الدنيا مجموع إيه؟ واحد صحيح. تبقى احتمال النجاح 7، احتمال الرسوب المكمل 3 من 10. طب اللغة هل موجود عندي احتمال نجاح؟ طيب هل موجود عندي احتمال رسوب؟ لكن لا موجود عندي ده ولا ده، لكن عندي معلومة بتقول لك احتمال نجاحه في مادة على الأقل 37 من 100. فأقول القاعدة تحت الجميلة احتمال رسوبهم في مادة على الأقل واحد ناقص الاحتمال العكسي اللي هو واحد ناقص احتمال نجاحهم. احتمال رسوبهم كام؟ 37 من 100 يساوي واحد ناقص احتمال نجاحهم. واحد ناقص احتمال نجاح ألف 7 في احتمال نجاح ب. احتمال نجاح ب اللي هو اللغة هل موجود عندي؟ لا دي مجهولة. تمام تمام. المجهول ب ده هو اللي أنا هجيبه، فهودي السبعة هودي 37% دي بإشارة مخالفة الناحية التانية. أقول واحد ناقص 37%، وطبعا الخطوات دي ثابتة زي المثال اللي فات وهديك مثالين إن شاء الله عشان تطبق عليهم.
فهتودي لي 37 دي في المية بإشارة مخالفة الناحية التانية، تقول لي 1 ناقص 37 هيساوي إيه؟ 7 في ب، يعني 7 ب. 1 ناقص 37 هيساوي إيه؟ 7 ب. إذا 1 ناقص 37 هيساوي 63%. الكلام ده بيساوي 7 ب. طب الب هتساوي إيه؟ هتساوي السايب اللي هو مفيهوش مجهول، 63 على اللي فيه مجهول اللي هو الب، 63 على 7/10 هيساوي ايه؟ 9/10. وال9/10 ده اللي طلع عندي هو ايه؟ هو احتمال نجاحه في مادة ايه؟ في مادة اللغة. إذا أستنتج إن احتمال حصوله في مادة اللغة كام؟ 1 ناقص 9 اللي هو ايه؟ 1/10. ولو عايز أتأكد من الحل أعمل ايه؟ هكتب المادتين تكاليف واللغة ألف وب. احتمال نجاح 7، احتمال نجاح التكاليف 7 واحتمال نجاح اللغة 9. احتمال يحسبهم هو المكمل اللي هو 3 و1. فأقول القاعدة عندي احتمال يحسبهم في مادة على الأقل واحد ناقص احتمال نجاحهم اللي هو 1 ناقص 7 في 9. لازم تطلع 37%. لو طلعت 37 زي المثال تبقى أنا كده ماشي صح. ودول مثالين عندك على الحالة دي. تمام، حلهم هتلاقيهم سهلين جدا ان شاء الله. لو وقفت قدامك مسألة ابعت لي. بس كده، السلام عليكم.